اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد اجمعين. يا صباح الفل عليكم. جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد، والنهارده تالت يوم رمضان. بصوا في ثانيه كده بقى تالت يوم رمضان، يعني امبارح كنا بنقول بكره رمضان، النهارده تالت يوم رمضان. هي الايام الحلوه بتجري كده بسرعه وما يعني الايام اللي فيها بركه دي ما بتقعدش. يلا ما علينا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. النهارده بقى هنكسر الروتين بتاع المحشي والبط والفراخ والحاجات دي. هنعمل بقى اكل ايه تبع الولاد، يعني عايزين ياكلوا ايه؟ ياكلوا كريب. يا جدعان في حد ياكل كريب في رمضان؟ يا امي عايزين ناكل كريب. يا ابني نعمل رقاق باللحمه المفرومه، نعمل صينيه رز معمر، نعمل لنا فرختين. لا يا امي عايزين ناكل كريب. ماشي ناكل كريب، احنا اللي انتوا اللي بتربونا والله، ما احنا اللي بنربيكم. بصوا بقى، انا كنت بعمل البلح ده بلبن. البلح ابو لبن، بصي سخني اللبن، اغلي اللبن يعني، وسيبه ما يبرد خالص خالص، وروحي حاطه فيه البلح واركنيه بقى. الكلام ده اعمليه من الساعه 2 الظهر مثلا، هيجي على الفطار هيبقى طري معاكي ومش هيبقى ملتوت او معجن ولا الكلام دوت. ماشي نخش بقى ايه على الكريب. الكريب جبنا كيلو فليه او كيلو بانيه، قطعناه شاورما. جبت 4 بصلات كبار مقلوصين كده، هنقطعهم جوانح او 4/4 زي ما انت ما عايزه اعمليه. وفلفل الوان برضو قطعنا، واحده صفرا واحده حمرا، نقطعهم برضو جوانح. وجبت هنا زيتون مخلي، انا مشترياه كده من عند الراجل، وهنحطه بقى ونركنه على جنب. عايزه اقول لكم عندي مشكله مع البصل رهيبه، انا عندي اصلا حساسيه في عينيا، فلما باجي اخرط البصل والله العظيم بيبقى اصعب وجع، يعني بحس بيه طول ما انا واقفه بعمل بطبخ. هو البصل دوت. يلا ما علينا، ربنا يعفي عني وعنكم يا رب. هنطلع بقى بطاسه على النار، ويفضل ان هي تكون جرانيت او سيراميك او تيفال او كده، عشان احنا هنحط البانيه او الشاورما بقى. هي بقت شاورما خلاص، ما بقتش بانيه، من غير زيت ومن غير اي حاجه. بص هو الراجل كان مقطعها لي هنا شاورما، بس كان في حتت كبيره يعني انا اللي قطعتها. نسخن الطاسه بقى قوي قوي قوي، وبعد كده ننزل بالبانيه بالشاورما. نسيت، فكروني عشان انا اختكم هيسه. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وحطوا لي كومنت حلو، بحب كومنتاتكم جدا جدا جدا. واول ما تخشي عندي كده على القناه وتشوفيني تروحي عامله لي متابعه على طول على طول، ما تتردديش. حطينا بقى هنا البانيه ومش هنوطي عليه يعني، لا وطينا عليه لحد ما نزل الميه بتاعته. نزلنا بمعلقه ملح، نزلنا بنص معلقه او ربع معلقه صغيره فلفل اسود. ننزل بالبصل ونشوح بقى فيهم الاتنين مع بعض كده. نجيب علبة زبادي بلدي وننزل بيها. بصوا انا الاول كنت بعمل ايه، كنت بتبل البانيه بالزبادي وبالبهارات بتاعته وبخلطة الشاورما واركنهم شوية، وبعد كده انزل بيهم على النار. النهارده بقى كنت مستعجله فجربت الطريقه دي. عايزه اقولكم والله العظيم انا هعتمدها بعد كده، احلى بكتير بكتير من ان انت تتبلي الفلي وتركنيه. ليه؟ البانيه او الشاورما بتبقى شاربه من الزبادي، بتبقى شاربه من الخلطه اللي انت بتحطيها، فبتبقى احلى بكتير. نزلنا بقى بالفلفل الالوان وقطعنا طماطميتين جوانح برضو ونزلنا عليهم. وهنا بقى دي خلطة الشاورما بشتريها جاهزة كده من ماجي، تحفة، بتخليها في حتة تانية، بتخليها بجد شاورما سوري. وننزل بقى ونسيبهم بقى ايه، لو فيها مية او حاجة تشربها، عشان الكريب بتاعك ينجح ما يبقاش فيه اي سوائل فيها. يا اما كده هتلاقي العيش بتاعك طري وما بقاش حلو. العيش ده انا كنت مشتريه كده جاهز. حطيت بقى مايونيز وحطيت كاتشب وقلبتهم على بعض، وندهن بقى كده الكريبايه بتاعتنا، ونحط في الموتزاريلا ونحط الزيتون يا مجنون، ونحط بقى شويه من خلطه الشاورما اللي احنا عملناها، وبعد كده نلف كده مره كده ومره كده، واحده شمال واحده يمين.
نلفها زي المثلث كده. بصوا بصوا بصوا، ولا اسهل، اقسم بالله ولا اسهل، وانضف طبعا من بره بكتير بكتير بكتير. شعاري ان انا يعني بشجع الاكل البيتي جدا 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 جدا. الاكل اللي من بره لا بتبقى عارفه هو مغسول ازاي، لا بتبقى عارفه جودته ايه، لا بتبقى عارفه هو مجمدات ولا فريش لا، في البيت احلى بكتير واوفر طبعا بكتير. الكيلو بانيه بالخلطة اللي احنا حطينا فيه بالبصل يعني والفلفل الالوان وكده بيعملوا معاك 12 كريباية. شوفي بقى انت كيلو البانيه ب180 جنيه، بتعملوا الحبشتكنات بتاعته مثلا بتاع 50 جنيه، ادي 230. دلوقتي سندوتش الكريب معدي 70 جنيه. غير طبعا ما انت هيبقى عندك الطماطم في البيت، هيبقى عندك الفلفل الالوان في البيت، هيبقى عندك البصل في البيت، فمش هتلاقي نفسك صرفتي 250 او 220 زي ما احنا ما قلنا. هنجيب برضو صينية او طاسة تكون برضو تيفال سيراميك جرانيد، ونحط فيها رشة زيت بس، مش هنحط تاني بقى زيت، هي الرشة دي بس اللي هتعمل معانا ال 12 سندوتش. انا ما عملتش 12، انا عملت 8 والباقي سبتهم كده في التلاجة، يعني قلت ايه بكرة او حاجة نبقى نعملهم جنب الاكل، لان 12 هيبقى كتير عليا جدا. انا عايزه اقولكم ان انا عملت 8، كلت انا وولادي، احنا 4 افراد، كلنا 5، ما كلناش الباقي. بصوا بقى لونه جميل ازاي، ثواني يعني انا ما باخدش دقايق، يعني ما باخدش دقيقتين وتقلبيه على الوش التاني. بصوا لونه تحفه ازاي، زي بتاع بره واحلى بكتير، وكأنه معمول على الجريل بالظبط. ادي 3، وعندنا في الطاسه 3 6 7 8، دي 8. بصوا في ثانيه كده تقلبي، يعني هي دقيقه وتروحي مقلباها على الوش التاني. انا هنا قربت الكاميرا عشان اوريكم اللون، ومش عارفه بقى باين ولا مش باين، وانتوا قولوا لي باين ولا مش باين. لو باين قولوا ان هو مش باين، لو مش باين قولوا ان هو باين. طبعا بهزر معاكم، بقالي كتير ما هزرتش معاكم على فكره. حطي لايك بقى، ما تسرحيش مني، حطي لايك يا قلبي، وحطي لي كومنت حلو، واهم حاجه تحطي لي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بفرح جدا 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 لما حد واحد بس بيدخل في عيلتي المتواضعه الصغنونه، وان شاء الله نكبر قوي 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 بيكم، ونبقى عيله كبيره جدا جدا بيكم. كل اخواتي المحترمين الامامير العسولات اللي بيتابعوني، بحبكم من تكو. الحمد لله الحمد لله، يعني داخلين على 500 مشترك، ما عمري ما شفت كومنت واحد سلبي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ويزيدنا ونكبر مع بعض. بصوا بقى هنا دي كانت قطايف كنت عاملاها ومش يعني بره الكاميرا، وخلصنا الكريب وعملنا البلح ابو لبن وعملنا القسطوس وعملنا المانجا ده كنت بقول لكم ايه، كنت بقول لكم ده قمر الدين من المره اللي فاتت. لايك وشير وسبسكرايب، باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.